ولأن الكل أثر حكاية، حكايتنا النهاردة هتبدأ من هذا المكان، من جراند ايجيبشن ميوزيوم أو المتحف المصري الكبير. حكايات كتيرة موجودة في هذا المتحف اللي بالفعل الجميع بيتشوق لافتتاح هذا المكان، وتم افتتاحه مرتين تجريبي. لكن هذه الخراطيش على مدخل المتحف بتحكي عن أسماء الملوك اللي موجودة بالفعل، وأيضا عن هذا المكان اللي هيفتح أبوابه عشان نعرف أسرار وكنوز لآثار كثيرة. في النهاردة حلقتنا هنتعرف أكتر على هذا المكان وحكايته، فتابعونا والمتحف المصري الكبير من قلب الهرم. المتحف المصري الكبير قبلة تجذب أنظار الجميع. بالتأكيد هذا الصرح العظيم يحتوي على الكثير من الآثار المصرية القديمة. سيناريو العرض بيختلف، فكرة النشأة، معلومات كثيرة جدا هنعرفها من خلال لقائنا مع أستاذة ريموندا فايز، وهي أثرية بالعرض المتحفي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم، منورين المتحف المصري الكبير. حقيقة حاجة مبهرة جدا، ومش احنا بس اللي بنقول، يعني كل الزائرين، واحنا في مرحلة العرض التجريبي، لكن حابين نعرف القصة من الأول وكل الناس تسمعها معانا. فكرة النشأة وخاصة الموقع. تمام، الموقع هنا بيبعد 2 كيلو عن منطقة الأهرامات، ودي كانت بداية الفكرة ان احنا نختار موقع قريب منها على نفس المحور. وهنلاقي كمان فكرة الإنشاء بتاعته جت نتيجة ان احنا بقى عندنا اكتشافات حديثة، بقى عندنا آثار كتير جدا موجودة في المتحف في التحرير، وبقى مش كل الآثار معروضة، وجزء كبير جدا موجود منه في المخازن. فبقى عندنا فكرة انه انا عايز اعرض اكبر قدر ممكن من الآثار في متحف جديد جديد وكبير جراند جدا. المساحة هنا حوالي 117 فدان، فمساحة كبيرة جدا. بقى عندي فرصة اني اعرض اكبر كم ممكن من الاثار. يعني هل هذه المساحة كلها مستثمرة في عرض الاثار، ولا التقسيمة ازاي؟ بقى عايزين نعرف المساحة دي مقسمة ازاي. لا في تقسيمة. احنا عندنا هنا البهو بيتقسم لكذا مكان، في قاعات العرض الرئيسية، وفي قاعة توت عنخ آمون، وفي منطقة تجارية، وفي يعني في مناطق كتير في المتحف، بحيث الزائر لما يجي يقدر يقضي يوم كامل ويبقى عنده حاجات ترفيهية كمان يقدر يتعامل فيها. فعلا هذا المتحف الهدف الأساسي منه عرض الكثير من الآثار، لأن مصر راقدة على كنوز أثرية لا تعد ولا تحصى، تحتاج مزيد من أماكن العرض. لكن طبعا المتحف الكبير أو الجراند ميوزيوم بيقوم بجزء كبير من هذا الغرض. لكن فكرة الإنشاء كانت إزاي وتطورها كان إزاي؟ تمام، فكرة الإنشاء جت سنة 2002. ابتدينا نفكر نعمل متحف يضم أكبر آثار، والمتحف هنا بيتميز إنه بيعرض حضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة، خلاف متحف الحضارة اللي وبيعرض من بداية عصور ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني الروماني. هل في سيناريو معين للعرض، وهل يعني في مراحل لترتيب هذا السيناريو؟ تمام، أكتر حاجة تمينا بيها هنا في العرض المتحفي إن يكون البداية عندي من عند سيناريو العرض، إني مش مجرد أعرض القطع وخلاص، لا، أنا عندي سيناريو ماشية عليه، وبعرض القطع وبدي التفسير بتاعها من خلال بطاقات الشرح، من خلال السيناريو اللي موضوع في الأول. عندي السيناريو بيتقسم لحاجتين. لو دخلنا قاعات العرض الرئيسية متقسم في محورين، في محور تاريخي وفي محور حسب الموضوعات. المحور التاريخي هبدأه بشكل أفقي، ببدأ من عصر ما قبل التاريخ وللدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، للعصر اليوناني الروماني. لو أنا همشي في محور أفقي همشي تاريخي، ولو همشي في المحور الرأسي همشي بناء عن الموضوعات، وبمشي عندي 3 موضوعات: المجتمع والملكية والمعتقدات الدينية اللي كانت عند المصري القديم. جميل جدا. قلتي لي في الأول إن هو 17 فدان.
تمام. هل يعني طبعا اكيد مش كله قاعات عرض؟ لا، مش كله قاعات عرض. عندنا المنطقة التجارية، عندنا قبل ما بندخل المكان كلها بقى محلات او بازارات او في بازارات، في قاعة مؤتمرات، في مسرح، في سينما. ده عن المنطقة التجارية. طب ماذا عن المناطق الأخرى؟ تمام. ببدأ المتحف عندي بيبدأ من بره. الزيارة بتبدأ من عند المسلة الخارجية، ودي أكتر حاجة بتميزها فكرة العرض بتاعتها، إنها مسلة معلقة عشان أقدر أخلي الزائر يشوف الخرطوش الخاص بالملك رمسيس الثاني اللي موجود على القاعدة بتاعة المسلة. المسلة كمان مرتبطة بفكرة الديانة أو العقيدة بتاعة الشمس المرتبطة بالإله رع. وبرضو نفس الفكرة بتاعة الواجهة. كمان عندي الواجهة هلاقي عليها الخراطيم. ديزاين المتحف الديزاين بتاعه، الواجهة الخارجية بتعرض لي خراطيش لملوك مصر العظام. هو كمان أنا شايفة إن في شكل هرمي في أجزاء معينة. وكمان الواجهة الخارجية هلاقي فيها نفس الشكل الهرمي اللي بيحاكي منطقة أهرامات الجيزة اللي احنا بالقرب جدا منها. احنا داخل المتحف دلوقتي، المكان ده اسمه ايه؟ احنا هنا في البهو العظيم. بيستقبلنا هنا تمثال الملك رمسيس الثاني، بيستقبل زواره ومنتهى الشموخ زي ما بيقولوا. وعندنا حاجه حلوه هنا قوي، ان احنا عندنا شاشه من خلالها بنقدر ناخد صوره وتبقى خلفيتنا تمثال الملك رمسيس. عايزه اقول كمان فكره تمثال رمسيس، احنا عارفين ان هو كان موجود في ميدان رمسيس وتم نقله هنا عشان كنا خايفين عليه من عوامل التلف المختلفة، سواء عوادم سيارات، سواء اهتزازات أرضية نتيجة القطارات أو مترو الأنفاق أو whatever. فكان في فكرة ان احنا يتم نقل التمثال لمكان، واستقر هنا في المتحف الكبير في 2006 وبقى موجود هنا بيستقبل زواره. عايزين نستكمل بقى شرح البهو، يعني بعد تمثال رمسيس في تماثيل. الفكرة الرئيسية عندي هنا في المتحف الكبير عن الملكية وقوة الملوك، وإزاي انعكس ده على المجتمع، ومن حيث ازدهار الفنون أو الأدب أو whatever، يعني انه ازاي قوة الملوك انعكست على المجتمع بشكل عام. ولأن الفكرة الرئيسية عن الملكية، فبلاقي عندي هنا 10 تماثيل للملك سنوسرت الأول، تاني ملوك الأسرة ال12 من الدولة الوسطى، موجودين بنفس الحجم بنفس الشكل تقريبا، حجمهم حوالي 2 متر، موجودين في شكل هرمي برضو، نفس فكرة الوجه لمحاكاة منطقة أهرامات الجيزة اللي احنا قريبين جدا منها، اللي تم اختيار اللوكيشن بتاع المتحف بالقرب. بعد دي دلالة برضو. بالظبط كده. بعد تمثال رمسيس عندي عمود النصر للملك ميرن بتاح، وده ابن الملك رمسيس الثاني، وسجل عليه انتصاراته على الأعداء بتأييد من الآلهة، وموجود نقش للرب عينات وهي بتأيده. أنا شايفة كمان مكتوب صالات عرض مؤقت. يعني إيه المقصود بعرض مؤقت، وإيه الفرق بينها وبين العرض البيرمننت أو الثابت؟ العرض الدائم يختلف عن العرض المؤقت، لأن العرض المؤقت مش شرط فكرته تكون قايمة على الآثار أو على الآثار المصرية القديمة فقط، لكن أنا مهتمة أن يكون في ربط بين التراث وبين أربط بين الماضي والحاضر. كمان في الخلفية تماثيل أخرى. تمام. عندي تمثالين لملك وملكة بطلميين من العصر البطلمي، وجدت ضمن الآثار الغارقة في منطقة خليج أبو قير. في نهاية البهو في ممر بيوديني على متحف مراكب خوفو، وده هنستناه في الافتتاح الكلي إن شاء الله. احنا كده اتكلمنا عن البهو وقد ايه هو فعلا شديد الجذب للاجانب، والتماثيل الموجوده في البهو. بعد ما بنتخطى مرحله البهو بنعديه، الزائر بيلاقي ايه بعد؟ بنلاقي على يسار الزائر هنلاقي منطقه الدرج العظيم، ودي موجود عليها حوالي 59 تمثال موجودين على 108 سلمه. ونفس الفكره، لانه المتحف مهتم جدا بفكره الملكيه، فبيعرض لي مجموعه من المواضيع الهيئه الملكيه، وازاي او كان ازاي علاقه الملك بالالهه، والدور بتاعه العباده او المعابد، والعقائد الدينيه. بنلاقي في الاخر في توابيت بتشرح لي فكره العقائد الدينيه عند المصري القديم وفكرته عن البعث وعن الخلود. ايه اللي بيميز سيناريو عرض المتحف الكبير من وجهه نظرك؟
من وجهة نظري كذا حاجة. انه فكرة السيناريو جت الاول قبل ما نحط الاثار نفسها، فكان عندي متسع اني اقدر افسر القطع دي محطوطة بناء عن ايه وايه علاقة القطع ببعض. جزء تاني في العرض عندي اني استخدمت التكنولوجيا، فأنا لو عندي فكرة مش واضحة أو حاجة القطعة نفسها مش موجودة، أنا من خلال التكنولوجيا أنا قدرت أوصل للزائر الفكرة. فعندي يعني على سبيل المثال عندي الرحلة اللي عملتها حتشبسوت لبلاد بونت، عندي مقبرة خنوم حتب دي في المنيا، احنا عاملين محاكاة للمقبرة دي هنا في المتحف المصري الكبير. محاكاة ريبابليكا ولا محاكاة بشاشات عرض بتعرض لي نفس فكرة المقبرة ومناظر الحياة اليومية اللي كانت فيها ومناظر الرياضة اللي كانت موجودة في مقبرة خنوم حتب. تمام. الزائر اللي بيقبل على المتحف المصري الكبير وهو لسه لم يتم افتتاحه رسميا، احنا طبعا في مرحلة الافتتاح التجريبي. أي مرحلة افتتاح تجريبي، بس أنا عندي قاعات العرض الرئيسية مفتوحة، فهيقدر يشوف البهو العظيم، هيقدر يشوف مقاعات العرض الرئيسية اللي بتعرض الحقب التاريخية من مقابل التاريخ لحد العصر اليوناني الروماني، فهيقدر يشوف مراحل كتير جدا من التاريخ المصري. الزائر لما بيجي بيبقى معاه يا اما بيبقى على شكل مجموعه سياحيه معاها مرشد سياحي او جايد، او بيجوا انديفيدوال. هل الزائر اللي بيجي انديفيدوال بيبقى عنده القدره ان هو يستمتع زي الزائر اللي معاه المرشد اللي بيشرح له؟ طبعا، لان احنا عندنا التيكت هنا فئتين. في تيكت لو انا معايا مرشد سياحي يعني هجيب تيكت عاديه، لو انا مش معايا فبجيب تيكت بالجايد. فبيبقى كل سائح جاي لوحده ممكن يبقى له جايد؟ بيتوفر هنا، بس بيبقى على مجموعات برضو حسب، وكمان عايزين الشرح عربي ولا عايزينه انجلش، وبيبقى فيه تايم وبتبدأ المجموعات تتحرك مع الجايد بتاعها. ضيوفنا من فرنسا جايين يزوروا المتحف المصري، بالتأكيد ليهم رأي وليهم انطباع. معانا كمان الجايد، هتعرف عليكي؟ أنا المرشدة سلوى فهمي، جايد فرنسي اسبانيول. اهلا بيكي. واسباني. اول مره تيجي؟ لا، ديت رابع مره ليا في المتحف الجديد، والناس اللي كانوا معايا قبل كده قد ايه انبهروا ان هم شافوا حاجات جميله جدا. طريقه العرض مش بس القطع اللي موجوده في المتحف والانبهار منها، لكن كمان طريقه العرض برضو كانت مميزه جدا، لدرجه ان الجست بيحب يشوف كل قطعه. مش احنا بنشرح مثلا ماستر بيسز لكل قطعه، مش كل القطع بنشرحها، بنشرح اهم قطع. ففي ناس بيخلوكي تقضي في المتحف 3 و4 ساعات من كتر شغفهم واهتمامهم بالطريقه الرائعه والاثار بتاعتنا الجميله. جميل جدا. Votre nom s'il vous plaît? Marie-Claire. Et vous? Daniel. Bienvenue. I'd like to know what's your impression about Egypt as a whole? C'est grandiose et exceptionnel. C'est magnifique. Yeah? C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on connaissait l'Égypte par l'école, l'histoire on l'a apprise à l'école, et là on voulait la vivre, et on arrive à la vivre avec notre guide. Voilà. Qui nous accompagne. Même la nuit, on y pense. يعني هم اللي اقترحوا ان يجوا المتحف الكبير؟ الحقيقه كان البرنامج بتاعهم 3 ايام في القاهره، والرابع بعد ما يرجعوا من الاقصر. 3 ايام كان الاهرامات ومتحف الحضاره، والنهارده منفس وسقاره. فهم سالوني عن المتحف، فانا كلمتهم عن المتحف، فاصروا ان هم يزوروا المتحف. فقلت لهم بعد الظهر في وقت، ممكن النهارده لان بكره رايحين اسكندريه، ممكن النهارده نزور المتحف. وطبعا اتكلمت مع الشركه ونسقنا مع الشركه، ودينا جينا بعد الظهر عشان نشوف المتحف المصري. زاروا المتحف في التحرير ولا لا؟ لا، الحقيقه زاروا متحف في الحضاره. متحف الحضاره. وايه انطباعهم عنه؟ votre impression؟
Impression des musées. Ah, les musées sont très très soignés. Les momies que nous avons visitées hier étaient magnifiques. C'est très très bien mis en valeur. C'est très joli. Et franchement, il y a eu beaucoup de plaisir. Il y a de très belles pièces. On était vraiment contents de les découvrir. Et puis surtout leur histoire, grâce à notre guide, toujours. Pour ça, on la remercie, on remercie tout le monde. هم منبهرين بالتاريخ. طبعا الجنسيات سواء اسبان سواء فرنساويين كله بينبهر طبعا. جيتي كم مره؟ قلتي لي مصريه بنبهر. جيتي 4 مرات. ديت المره الرابعه في المتحف. عايزه اعرف الانطباعات وايه الجنسيات اللي كانت جايه معايا. انا جيت بفرنساوي وجيت باسباني، نفس الانطباع، الاندهاش من الطريقه التكنولوجيه اللي معمول بيها المتحف، الطريقه الجديده خليهم يصوروا مع الاثار. طبعا اكيد هم بيتصوروا من غير اي حاجه. لا في ممكن يقفوا. انا عارفه زي في المتحف الحضاره. اكيد. تنصحي ايه الجايد لما يجوا يعني معاهم اجانب يتفرجوا على المكان؟ انت قلتي لي شرحتي قطع اثريه جوه واستفدتي فيها وكانوا بيسالوكي، اديني اكزامبل. طبعا انت عندك هو متقسم لقاعات، ففي قاعه الديانه انا منبهره بقى ستاتيو تمثال لحورس، نصه من الذهب ونصه من الفضه، الرجل بتاعته مجدوله بالفضه، فدوت انا شخصيا اول مره اشوف تمثال بالجمال دوت، لدرجه اني صورته وحطيته على الموبايل بتاعي. Un message pour l'Égypte. Merci pour ce beau pays, pour la visite de ce beau pays. Nous remercions tout particulièrement notre guide qui nous a fait découvrir tous les aspects culturels, la vie quotidienne, la civilisation et l'histoire. Vraiment, merci pour tout. Merci beaucoup. Un message. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est vraiment un pays magnifique qu'on découvre et qu'on espère continuer à découvrir grâce à notre guide, bien sûr. Merci. ميرسي بوكو وشكرا انك سفيره جيده. وتقولي ايه عن المتحف الكبير للمشاهدين في الاخر؟ اقول تعالوا اتفرجوا على المتحف، على حضاره اجدادكم اللي احنا لسه بنستفيد منها لحد دلوقتي. ضيوفنا من بريطانيا نتعرف عليهم. Nice to meet you. Welcome. Your name please? Tegan. How old are you? 8. Yeah, gorgeous. First time in Egypt? Yes. Yeah. Your name? Marcel, From where? England, Which place exactly? Wales. Wales. Welcome. Hello, I'm Toby, same place. First time to coming here? Yes. Yeah. Who recommend Egypt to you? Mummy. Mommy. How many days you spend in Egypt? 3 weeks now? 2 weeks. 3. 3 weeks. Uh-huh. And this is which date? Is it after 2 weeks? Or? You leave Go tomorrow. home tomorrow. Leave tomorrow. Unfortunately, the vacation is ending now. Yeah? Unfortunately. What's your impression about Egypt as a whole? I love it really much. Why? It's because it's like hot really? and there's so much greenery. Yeah. What do you know about the Grand Egyptian Museum before coming? I didn't know much about it, but our tour guide is explaining that it's the largest museum in the world, so that's amazing. Yes. Who recommend to come to this museum? Our tour guide recommended it, but my wife has wanted to come to Egypt. Are you coming without tour guide? Oh, she's over there, but yeah, we're going to enjoy it. But we just came to visit today because it's our last day, so we wanted to see it before we go. What are the places you have been in Egypt this vacation? Well, they've been here 3 weeks. I've only been here 1 day, and I go home tomorrow. I come see pyramids, and that's it. What about you? We've been to Sharm, we've been to Alexandria, and then we've come. Alone, without husband. Yes. Yeah, so we've been here 3 weeks and just we've seen our Alexandria library as well, and yeah, now the pyramids. What you like most in Egypt? Probably the dogs and cats. Really? You like cats? Yeah. But you have been to Sharm el-Sheikh? Yeah. Yeah, what about swimming, snorkeling, diving? Yeah, the snorkeling was so amazing. I saw fishies and turtles. And what about the Egyptian food? Well, I am quite a fussy eater, so... You like Egyptian food? I love it, yes, definitely. What's more? Is it the bakers or what? The kofta, I love the kofta. Yeah, kofta, you love kofta? Kofta, very good, yes. Yeah. And what about the climate in Sharm el-Sheikh and in Egypt as a whole?
Yes, I'm really enjoying it. It's England is snowing now. it's so cold in England. Yes. So do you think one day is enough? No, I need to come back. So you'll arrange another visit? Yes. I want to go on the Nile and see Luxor. Okay, I know you have no time, so would you please send a message to your all friends in England? Hi guys, definitely come here. It's a really, really great experience, and come and see the museum. Yeah, and see the pyramids. They're life-changing. Thank you. Say hi to And- your friends. If Funny and Mandy are watching, then hi. ضيفنا من السعودية حب يجي يزور مصر وحب يزور بالتحديد المتحف المصري الكبير. عايزين نعرف انطباع، عايزين نعرف قضى قد ايه في مصر، والغريبة ان اول مرة تيجي. أول مرة جلست. ليه؟ ده سعوديين على طول. والله أول شقاء السعوديين. أول سياحة لمصر. أول سياحة لمصر. خرجت من السعودية قبل كده؟ لا يعني أول بلد سياحي تزوره هي مصر. أول بلد هذا مصر. ليه؟ والله الأول اسم حضرتك ايه؟ اسمي عايش السفياني. أهلا بيك. ليه مصر أول؟ والله مصر بلد متقدم حضارة ما شاء الله، وجيت أتفرج في مصر، أتفرج على حضارة مصر والتراث والمتحف، ما شاء الله في تطور في المتحف. قاعد كم يوم هنا؟ لي الآن 4 أيام. بس هتروح مكان تاني؟ لا برجع السعودية. يعني جاي 4 أيام وراجع. شوف الأهرام وشوف المتاحف شفت ايه؟ شفت الأهرامات؟ شفت الأهرام، وهنا المتحف هذا ما شاء الله فيه تطور وفيه حاجات حلوة ايه وفيه اللي عجبك في المتحف؟ كل شيء عجبني في المتحف. كل شيء عجبني في المتحف. تفتكر ايه اللي علق في ذهنك؟ يعني هل رمسيس؟ هل اتصورت وانت داخل؟ ايوه تصورت انا داخل. صورت نفسك؟ ايوه ما شاء الله والله تصور، لكن ما شاء الله دي لك الصورة على الايميل. في تطور ما شاء الله، في تطور ما شاء الله، شعب متقدم ما شاء الله، الله يوفقهم ان شاء الله، اتمنى لهم المزيد. طيب انت محتاج بعد ما زرت المتحف، هل انت محتاج جايد معاك او مرشد سياحي، ولا انت حاسس ان انت اكتفيت؟ لا اكتفيت وانا، عرفت معلومات؟ وراح ارجع مرة ثانية ان شاء الله ازور ان شاء الله. ان شاء الله. تقول ايه للاشقاء السعوديين؟ الله يوفقهم ان شاء الله، ونتمنى لهم زيارة المتحف، والمتحف شيء خيالي، شيء فوق الخيال، وما شاء الله متقدم وفي تطور، والحمد لله على التطور هذا وعلى النعمة هذه. رحتش المتحف المصري في التحرير؟ لا الأول متحف هذا أزوره. تروح متاحف ثانية؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يوفقك. يلا الله يوفقك. نورت إن شاء الله. شكرا لك. يقف تمثال رمسيس الثاني شامخا في بهو المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات. هذا المتحف اللي عشنا معاكم في هذه الحلقة، واللي فيه الكثير من الآثار، واللي بتحكي الكثير من الحكايات. كنا معاكم وآثار وحكايات. إلى اللقاء وحلقة جديدة.